فرق مای قومی کرد زمان ناشکی و دانای تو به زمان ناشکی و دانای تو به زمان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن هم خوردن مریا و کی مصرفین دیمان و قادیمان هر اجتماع دیمان و قادیمان کرد و کردستان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن لاغی کرد را بوی سرفی و شیران بابقی نشین بکن تاجی جیهان بابقی نشین بکن تاجی جیهان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن کردنون تر حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا رأس زوجتي كان بمثابة ثورة خاصة بمجتمعنا الكوباني. طبعا الآن صار شيء طبيعي. أنا عم بحكي عن وقتها سنة 94 تقريبا هذا الحكي أو 93 94. سنة زمن من تعريف بأنفسهم يقدمون لي أنهم ملائكة أتقبلهم وأتعامل معهم كملائكة، أما أن يظهر أحدهم غير ذلك تلك هي مسؤوليتي. أنا يعني سياسيا أتعامل بإنسانية بعاطفة مع الناس. أنا كنت طالب إعدادي طالب ثانوي ودافع عن الناس، وحتى الآن أنا أدافع يعني عن الناس بقدر ما أستطيع. كتاباتي أيضا في هذا المجال، ولكن سياسة لا سيما في السنوات العشر. ولا تكرا جوار جيرانينا بايزا وش بدنا در ويزن سمورن أحورنجي خوشم دكن هميزا زمين قف بشر توكن زاين ماي بايزا وش برماين پلن گوهین بگوهکن داران بهلا وستی مانا یکو خواردکن قراغن ریان چی چکن رنگونا وشوبکن شیداین به میو بادا. مساء الخير مشاهدي بيف تي في الأعزاء، باسمي واسم الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد بسوريا أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج إيقاعات خارج داخل النص مع ضيفي الصديق العزيز الشاعر محمد زادة. محمد زادة، يسعد مساك.
يسعد مساك يا فين. بخير هاتية. قال لك سباس تجي بخير عاتية إيغار باش. مساء الخير. طبعا محمد زادة كردي سوري من مدينة عفرين، أصدر مجموعته الأولى تماثيل الظل عام 1996. عمله الثاني كان عبارة عن مسرحية بعنوان وطن في غابة 2001. امرأة الوهلة الأولى شعر مجموعته الثانية 2003. والمجموعة الأخيرة كانت التدوين الخامس للعمر عام 2014. باسمي كمان مرة وباسم تيف برحب فيك محمد، وبتمنى المشاهدين يقضوا معنا ليلة حلوة وكل فالنتاين وانتم بألف خير. محمد حابة بلش البرنامج بنص لك بعنوان الصورة ناقصة، حابة يقرأ وبعدين بنرجع لفالنتاين. أوكي. يلا. طبعا بدي احاول احط موسيقى مع النص اللي هي بدي اقراه، يا رب يكون الصوت مساعد يعني. بيقول محمد: الصورة ناقصة، لم نصلح للدروب، لي قدمان أخذتا شكل السفن، وقلب يعيش بهيئة مرساة، لي روح تعلق على الدوام في الذكريات، ولي هموم تشبه هموم أبي في المساء. وأنت صار لك قلب قوي، وصار لعينيك أجنحة خاطفة، منذ زمن لا أستطيع التقاط نظرة سريعة للحب فيهما، وروحك صارت ميناء. جئتك محملا وغادرتك محملا، ومررت بحياتك كبائع جوبان. أنا الذي جاء بالأعشاب إلى قلبك، جلبت لك بذور الكلام فنبتت على شفاهك وردة للرحيل. الوردة كانت من نصيبي. جلبت لك مرايا تطرد صداع العابرين، وأخذت منك وجع الأنهار في المضي وصمتها العميق. لست حبيبك ولست حبيب أحد، أنا حبيب مرض عضال يكبر في الأصابع ويأخذ شكل السواد حين يتخلص الدم من سكر الماضي، حين يبترون الأصابع واحدة تلو الأخرى. وقلت ستمضين كما مضى الوقت من قبلك، ستمضين وستلتقين الكثير من القلوب البيضاء منها والشفافة منها، الوفية الرقيقة والقاسية. لكن شيئا ما سيهمس فيك دوما أن قلبه كان مختلفا. ستصافحين الكثير من الأيادي الدافئة منها والناعمة منها والواثقة القوية الباردة، لكن شيئا ما سيربت على كتفك أن يده كانت مختلفة. وستستمعين للكثير من الكلام الجميل منه والمديح منه والعذب المبالغ فيه والجذاب، لكن شيئا ما سيشد أذنيك أن كلامه كان مختلفا. وستلتقطين الكثير من الصور والمناسبات والأعياد. سيظهر خلفك أناس فرحون، منهم من يرقص، ومنهم من يعانق إحداهن، ومنهم من يقطع الحلوى، ومنهم من يشير إليك. ستعودين بصورة رائعة من كل سهرة سعيدة، لكنك دائما ستشعرين بأن الصورة ناقصة. شكرا فين. من النصوص قراءة جميلة. تسلم، يا رب تكون قراءة على قد النص محمد. طبعا من النصوص الجميلة جدا محمد، ما هي الصورة الناقصة في حياتك؟ الصورة الناقصة في حياتي أعتقد هي صورة العدالة الكونية. دائما العدالة الكونية أو العدالة بمفهومها الشامل تبقى بنظري هي ناقصة في كل الصور في يومياتنا. نعم، يعني برأيك ما في عدالة؟ لا، ما في. لا يوجد عدالة. لا يوجد عدالة
ومن الصعب تحقيق العدالة. ولهذا السبب بنشوف حروب، صراعات، نزاعات، ألم، حزن، خيبات. نعم. كل هالشيء عم يتحقق في غياب العدالة، ولكن وجود العدالة رح يوفر علينا كل هاي الخزعبلات اللي عم نعيشها والانتكاسات. فهي بتبقى بنظري الصورة الناقصة. الصورة الناقصة العدالة. محمد، كونه اليوم عيد الحب فالنتاين طبعا، بهني كل المشاهدين الاعزاء وبهنيك طبعا. شو عملت ما بدي اسالك شو عملت فالنتاين، ما لا بدي اقول لك كم مرة وقع محمد بالحب؟ مرتين. مرتين فقط. مرتين فقط. ولم أوفق بالمرتين كمان. ولم توفق بالمرتين. محمد، بتفتح الفيسبوك بتلاقي جنب اسمك بأيقونة مكتوب عنه كاتب يعمل لدى الشعر والكتابة، درس في حلب، يقيم في ألمانيا، الحالة العائلية لا يوجد معلومات للمشاركة. ما بعرف، حسيت لما دخلت على الصفحة، بالعادة ما بفتح أنا يعني إنه عنه أو about، بس وقت فتحتها لفت نظري إنه من المحزن، كثير من المحزن إنه يكون هذا كل شيء ممكن الشخص يتركه وراه. يا ترى بكفي يكتبوا جنب اسم محمد أنك تعمل لدى الشعر والكتابة؟ بكفي هالشيء ليضل بعد محمد زادة؟ بالنسبة لي بكفي، بس بالنسبة للعالم الآراء مختلفة. يعني في ناس لا يكتفوا بهذا العنوان، وفي ناس بشوفوا طبيعي جدا، ونتاج الشخص أو المضمون هو اللي راح يدل في النهاية على اسمه. نعم. فأنا بشوفه بكفي، يعني كلياتنا، أنا والأصدقاء والشعراء والكتاب عم نتشارك، عم نعمل في هذا الحقل اللي هو حقل الشعر والكتابة. محمد، كل واحد نعم تفضل. كل واحد عم يقدم رؤيته وفلسفته بالنسبة لي أنا أكتفي، يعني إنه أعمل في حقل الشعر. نعم. محمد، بدي أسألك سؤال هلأ خطر ببالي، يعني ماني كاتبته. هلا ما بدي اقول لك في حزن بعيونك مثل عرفت كيف، بس للوهله الاولى اللي بيحكي معك، اللي بيتحاور معك، بحس انه فعلا في حزن كبير كتير بحياتك، في حزن دفين. من وين هالحزن يا محمد؟ شو السبب؟ صحيح. شوفي، هو الموضوع له علاقة، يعني بجيب لك مثال. القارة السوداء، الأفارقة يعني تأثروا بالطبيعة اللي عاشوا فيها وبشرتهم غامقة. نعم. الأوروبيين تأثروا بطبيعة الجغرافيا اللي هم عايشين فيها، فلون بشرتهم اختلف. الصينيين واليابانيين إلى الأصفر. في كتير حيوانات مثلا منها الحرباء، يعني حسب المحيط اللي هي فيه بتغير لونها. نعم. هاي هي أمثلة تدل على أنه الطبيعة اللي بيعيش فيها الإنسان بتنعكس في ملامحه، فبيحاول أنه يخفيها. الحزن يسكن في العينين، يعني يسكن في العيون، فبيحاول الإنسان يخبي حزنه، بس لا يستطيع. حتى ولو ابتسم طيلة الوقت بيضل في حزن في العيون. وهذا الشيء له علاقة في البيئة، في ذاكرته، في الأحداث اللي مر فيها، التجارب اللي عاش فيها. نعم. ونحن كأكراد درجة أولى، الحزن قديم في ذاكرتنا أفين، يعني له علاقة قوية في ذاكرة الكردي والسوري والعراقي.
لحتى طلعت مقولة إنه الحزن عراقي، يعني بشعبه الكردي والعربي. نعم. فالحزن ما بنقدر نهرب منه، وهو موجود يعني في دمي، بحسه في ملامحي. أنا بحس حالي يعني الحزن حزين. تاريخ، فيك تقول إنه الحزن تاريخ. إيه، نعم. تاريخه. محمد، ماذا فعل الشعر بك؟ احكي لي، شو عمل فيك الشعر؟ الشعر عمل فيني أشياء كثيرة يا أفين. خلاني أفهم الحياة، أفهم الناس. خلاني أكون متأمل أكثر، نعم. وخلاني أحاول دائما أخلق البديل في خيالاتي. أي شيء ما بيعجبني ما بعيشه كواقع، شوف البديل وبعيش هاي الفرضيات. يعني الشعر ساعدني في كتير محن، ساعدني في كتير أزمات، وريحني. هو طبيبي النفسي الشعر. كل ما بكتب نص أنا بحس حالي إنه حققت شيء، يعني تجاوزت هي الجلسة النفسية بنجاح، وبانتظار الجلسة القادمة. خطر لي هذا الشيء محمد. بتذكر من كم يوم كنت كاتب نص، فعلا نص كتير حزين يعني، وبتصير معي حتى سألتك كتير من الأحيان وقت بنكتب قد ما يكون النص حزين، قد ما تكون الحالة اللي عم بنمر فيها، بس بعد ما واحد بيكتب محمد بتحس بيتحول هداك الحزن لفرح. عن جد بدخل أنا بحالة فرح بعد ما أخلص أي نص تمام. كتبته. ف وقتها بتذكر سألتك حتى بتعليق إلي على الفيسبوك، سألتك إنه محمد إنه أنت يعني ليش، يعني إنه يا ترى إحساسك مثل إحساسي إنه أنت هلا سعيد؟ مفروض مثلا القارئ اللي عم يقرأ نص حزين كتير يفكر أو يحس إنه اللي كاتب هذا النص يعني كتير حزين هلا وحالته هيك. فهي نقطة كتير لفتت نظري عن جد. نقطة صحيحة تماما أبين. أنا قلت لك الشعر هو حالة معرفية، وباعتبار أنه الشعر هو حالة معرفية، فالشاعر بيكون في أغلب وقته منشغل في عالم آخر. يعني بكون قاعد في جلسة وحواليه عدة أشخاص وفي أحاديث عم تدور، بس بيكون الشاعر في عقله الآخر، أو في مخيلته هو في مكان آخر. بيرجع لهم كل شوي، بيحكي كلمة بس بيرجع لهذاك المكان، لأنه بيحس عم يحقق أشياء في هذاك المكان. لما يفسر حزن العالم ويفسر خيبات العالم، فحس حاله أنه هو في المكان الصح. محمد، لازم يكون الشعر مشروع، بمعنى هل لديك كالكثير من الشعراء مشروع شعري يعني حابب تقدم رسالة من خلاله، ولا أنت هيك مثلي على الله ما عندك مشروع؟ لا، أكيد عندي مشروع أفين، وكل شاعر عنده مشروع. شو راح يضيف للغة، شو راح يضيف للبشرية، شو راح يضيف للفكرة. أحيانا بيكون الشاعر هو مشروع نفسه، بس بدون ما يتبنى أنه هو صاحب مشروع، بس بعملية تلقائية عم يقدم مشروع. أنا من الناس اللي الشعر هو مشروعي، لذلك مواقفي لا تقبل الوجهان. يعني عندي مواقف، اللي بيعرف محمد زادة بيعرف وجه واحد. نعم. وهذا الشيء فرضوا علي مشروعي الشعري، إنه أنا أقول الكلمة في الوقت اللي تنطلب فيه هي الكلمة، أو قبل، اسبق الوقت اللي راح
ينطلب مني فيه الكلام وأحكيه، نبئ العالم، نبه العالم، وعي الناس. في كتير ناس اليوم بحاجة لشيء بسيط جدا، وهو الوعي فقط لا غير، يفهموا شو عم بيصير. عم بيشوفوا مشاهد يومية. شو قصدك محمد يفهموا شو عم بيصير؟ يعني شو عم بيصير بالمجتمع اللي حوالينا، شو عم بيصير بالضبط بالمحيط اللي بسوريا، شو عم فينا. بيصير؟ نعم. يعني مثال بسيط أبين، مم. أنا ما بقدر وقف المجاعة في أفريقيا، وما بقدر وقف الحرب في سوريا، في كردستان، التدخل التركي الأخير في فلسطين. ما بقدر أكون مع أي مظلوم في أي مكان، لأنه عم شوف الخذلان وعم شوف مسرح الدمى، الخيوط عم بتحرك الدمى والناس في هذا الصراع. أنا ما عم أقدر أعمل شيء، بس الشيء اللي بقدر أنا أعمله، وهو شيء كتير مهم، إنه أوعي هي الناس، أفهمهم شو عم بيصير وشو لازم. يعني مثال بسيط، الثورة السورية، في لحد الآن نسبة كبيرة ما بيعرفوا شو عم بيصير، مين هاد ومين هاد، والأمور لأي منحى متجهة، فهم بحاجة ليعرفوا شو مفهوم الثورة. إنه الثورة مو هي صندوق نفتحه وتطلع انتخابات نزيهة وديمقراطية وتتوزع الحقوق والخيرات، لا، دورنا نوعيهم إنه في ثورات استمرت 100 سنة. نعم. الثورة هي هذا الانفجار اللي صار من 10 سنين ومضى، ولكن الحياة ما قبل الانفجار لا تشبه الحياة ما بعد الانفجار. نعم. فنحن مهمتنا نوعي هي الناس إنه هذا شيء طبيعي. ما بعرف محمد، انت بتفكر بهالطريقه، انا بفكر بطريقه تانية. انا عمري ما فكرت مثلا انه انا لازم اوعي حدا او لازم ما لهيك قلت لك، ولا انت مثلي يعني ما عندك رساله. بس انت حكيت نقطه كتير حلوه، انه احتمال تكون الرساله رسالتي او رساله كتير من الناس ضمنيه، يعني رسالتك انت كبني ادم، ككائن بشري موجود بهالحياه، بس بدون ما تتحول لمشروع. بتجي بشكل تلقائي، بتجي بشكل عفوي. فيمكن انا من هالفئه هي. محمد، زمان كان بيقولوا فلان طلع تغرب. هلا بعد الحرب وبعد اللي صار طبعا 3/4 الشعب السوري برا. طبعا عندكم كثير يعني عندكم كثير تجمعات ثقافيه وكثير نشاطات. طبعا هالتجمعات الثقافيه اللي بيكتر فيها القال والقيل وفلان عمل وفلان كذا الى اخره، شو اثرت على نتاجك؟ شو اثرت عليك كاديب يعني؟ أثرت علي بشكل إنه أنا صرت أقرب لعينة من هدول الناس اللي عاشوا مرحلة مهمة في البلد، وكنا نتخيل حياتهم أو نسمع عن حياتهم عن طريق وسائل التواصل. بس لما صار نسبة كبيرة هون وشفناهم حقيقيين قدامنا دخلنا بذاكرتهم ورجعنا من خلال ذاكرتهم للأحداث، قدرنا نوصل لعمق أبعد في الواقع هذاك اللي عاشوه. وكثرة الروايات، والتقينا بكثير ناس واستفدنا من تجاربهم في الحرب وفي النزوح وفي الصراعات وفي الجوع وفي الفقر وفي الحصار. هذا الشيء كون ذخيرة جديدة للكاتب، يعني بعد انقطاع طويل. أحيانا كلمة بترجعك لزمن جميل عشتيه أنت. لما لقيت ناس مثلا أهل الحلب أو أهل عفرين، وأنا مغترب هون من 25 سنة، ما نزلت ولا مرة لسوريا، سمعت كلمات اكتشفت إنه أنا نسيان هي المفردات من أكثر من 15 سنة. شو اللي ضل بذاكرتك من عفرين محمد بعد غربة 25 سنة؟ حابة أشوف عفرين بذاكرتك، احكي لي عنها. بذاكرتي عفرين هي
مو زيتون مثل ما الكل لما بيقول زيتون بيقول عفرين بيقول زيتون. ايه عفرين فيها شجر زيتون، بس بذاكرتي أنا ناس نساء يتمتعن بقوة الرجال أو أقوى. يعني أنا بنت عمي علمتني على الصيد بالبارود. رجال أقوياء يتمتعون بقوة وصبر، صبر رجال عندهم رؤية حقيقية للواقع مع أنهم ما درسوا في جامعات. عفرين بذاكرتي هي أجمل مكان في العالم بشخوصه، طبعا بناسه. نعم في فترة ما. نعم. متى ترتبك محمد أم أنك مرتبك طوال الوقت؟ أنا مرتبك طوال الوقت، بعيش في حالة ارتباك دائم، وهذا له علاقة في حساسيتي الزائدة نعم من كل شيء يحيط فيني، فبرتبك دائما لأنه طبعي شخص هادئ جدا. ممكن تقعدي معي 15 ساعة بغرفة ما تسمعي كلمة، نعم مشغول دائما بأشياء. فهذا الهدوء بيخليني دائما فكر 5 مرات قبل ما أحكي كلمة أو قبل ما أتصرف بأي شيء. فمرتبك أنا دائما عندي. طب كيف وقت الكتابة كمان بتفكر وقت بدك تكتب؟ يعني بتفكر أو بتحسب حساب، ولا الكتابة هيك بتطلع؟ الكتابة هي لا لا متنفسة، لا، هي عكس؟ الكتابة عمل فعل انسيابي بالنسبة لي، وكتير مرات من النصوص اللي بشاركها على الفيس أو بنشرها أنا بكتبها بطريقة أونلاين. يا بفتح صفحة الفيس بكتب فيها النص وبنشره، وبعدين بعد بفترة برجع له بكتشف في فاء ناقصة، في هاء زيادة، في ألف مو بمحلها، يا في ضم جاي بالغلط، في قصص هيك. وبحب الأصدقاء اللي بيكتبوا لي على الخاص أو على العام إنه صلح هون صلح هون. يا بحب بس إنه في شيء جماعي، في مشروع هيك حلو. يا محمد، عندك نص بعنوان لا تدخل الخمسين وحدك من خلخال ضيق، فينك تقرأ لنا إياه لو سمحت؟ ايه تكرم عينك، بدور لك عليه. يلا. رح حط آه. موسيقى معه كمان، ويا رب تكون مثل المرة الماضية منيحة، لأنه حكوا لي بالكنترول إنه الصوت كان منيح. جاهز محمد؟ عم انزل بالوورد على القصيدة لأنه أنا يلا. رتبتهم ورا بعض. آه. كأنه في ميكروفون وراك محمد، ولا هيك بالزاوية، ولا هي عصا، ولا أنت مثلي بتمسك عصاية وقت تمشي؟ أنا كمان وقت أطلع على المشي دائما في عندي عصاية هيك بمسكها. لا هذا مو ميكروفون باين من عندي مثل هذا ميكروفون. عندي. أنا بحب التماثيل. تمثال هذا. هي مجموعة تماثيل اللي شوفك أصغر واحد فيهم اها. هدول اللي واو. متأملين. نعم نعم عندي نعم. مجموعة منهم، من 5 إخوة بأحجام مختلفة. تحكي معهم آه، محمد؟ تحكي معهم وقت تكون متضايق؟ إيه بصراحة بحكي معهم. تحكي معهم. توقعت. كتابي الأول اللي انطبع بحلب 96، تماثيل الظل، اها. كان فيه أشياء لها علاقة بهي التماثيل، ولوحة الغلاف كانت لتمثال من هدول حارس الذخائر الدينية هو. نعم نعم. آه. هدول من كائناتك خلينا نقول. كائناتي هدول متأملين، يعني مثل زرادشت. هدول تروحي الصبح وبتجي المساء دائمي، يعني عم تلاقيها يفكروا مثل ما هن. الجماعة. نعم نعم. مثل ما بتفكروا. آه. قلتي لي لا تدخل ال50 وحدك. نعم، من خلخال آه. ضيق يعني. طارت القصيدة يعني.
ادور لك عليها ابعت لك اياها على الماسنجر، شو اعمل؟ لا طالعها أنا من ملفات، لأنه كنت ما بعرف، أنا مو شاطر بقصص هذا، بس فيني طالعها من هون، فيني. خليني اسالك سؤال وانت لسه هيك عم تدور عن النص. إيه، تفضلي. محمد، من يقع في الحب اولا، القلب ام العين؟ والله أفين، إذا أقول لك الروح تقع في الحب أولا. يعني حلو. آه، العين بتحب أي شيء جميل، يعني أي منظر حلو ممكن تحبه العين. نعم. إذا قارنا بين العين والقلب، هو القلب أولا نعم. يقع في الحب، وبيعطي إشارة للعين إنه مثل جهاز مونيتور، أو هذا مهم. اللابتوب نقول، وعم تتحكمي منه بكاميرا. عندك 6 كاميرات، 6 حواس أو الحواس الخمسة، ومربوطين بهذا الجهاز، وهذا الجهاز بيقول ركز لي على الكاميرا رقم 1 اللي هي العين. اللي هي العين. فبعد ما القلب بيعطي هي الإشارات، العين بتحفظ هي الصورة، وبتصير كل ما مرت هي الصورة بتصير أفلام. تصير افلام. بتصير أفلام. هي طبعا لبين ما تطلع النص، لبين ما تطلع النص محمد، حابة أشكر كل المشاهدين اللي معنا، كل الأصدقاء، كل اللي عم بيتابعونا، كل اللي عم يكتبوا تحايا وسلامات. طبعا أكيد محبة كبيرة لكم جميعا. أنا إيه، مشي الحال محمد؟ أنا بشكرهم فردا فردا، وبحب أصدقائي كثير، بحبهم. يا أنا كمان بحب أصدقائي، وخصوصا المتابعين. هلا أنت كمان حدا من أصدقائي اللي عرفته بالفيسبوك. طبعا يمكن من بدايات ما رجعت للكتابة من تقريبا 8 سنين. ما بعرف، كثير بيقولوا إنه العالم الافتراضي، هذا العالم الأزرق افتراضي. أنا ما بحسه افتراضي، بحس عن جد الأصدقاء هن أصدقاء حتى لو ما التقوا. في هيك بتنبنى علاقة من علاقة روحية، علاقة أكيد يعني طبعا. كثير حلوة. نعم نعم. آه، شفته، لقيته هذا النص، ما بعرف أي نسخة منهم، بس لقيته. يلا أوكي، عم نسمعك محمد، تفضل. آه، لا تدخل 50 وحدك، غادر منزلك بهدوء، انزع اسمك من على جرس الباب، اتركه فارغا كالحياة في داخله، لا تخف من ضيف مباغت سيتصل بك يسألك عن اسمك. قف أمام أي بيت يشبه بيتك، قف أمام أي بيت يسكنه عدة أشخاص، قف بثقة، ظهرك للباب، يدك على مقبضه وكأنك تسحبه. تأمل المارة لثوان، وامضي وكأنك تسكن هنا مع كل هؤلاء. لا تدخل 50 هكذا بيدين مكسورتين، بحظ يابس ووطن لا يضع الورد على قبور الحالمين. مزق هذه الذاكرة، انسى بيتك. ألم تخرج الآن من بيت يسكنه عدة أشخاص وعلى الجرس أسماء لاتينية؟ أغلق هاتفك، غني الأغاني التي لا تفهمها، ولا تتابع أخبار الموت. فلو مات حارس حديقة في الصين، ستقرأ بعد يومين بأنه نازح من سوريا. ولو سقط نيزك على هذه الأرض الواسعة، سيسقط حتما في مدينتك. ولو طافت الأرض في السنغال، سيموت عجوز في حلب. انسى أنك عشت 50 عاما بالصدفة،
ووصلت بلادا تحب الشجر والطرقات السريعة والشقق الصغيرة المصممة لشخص واحد. انسى الجيران الذين لا يرمون السلام، ورهبة الهدوء بعد الثامنة، والموسيقى التي تدل الشرطة إلى بيتك. انسى كل هذا ولا تدخل 50 وحدك. أوقف أية امرأة عابرة، أية سكيرة أو عاهرة، امسك يدها ل5 دقائق، قل لها أخاف أن أدخل 50 وحدي. ارقص معها التانجو، عذبها وأنت تشد على خصرها، وتأكد من أنها حية. ثم عد إلى بيتك، عد ولو بعطر امرأة على أصابعك، ولا تدخل 50 وحدك. خلصنا منه. بعتذر محمد، كأنه أنا النت عندي فصل. محمد لا فصل بعدك ورجع. إنه انفصل، بعتذر ما بعرف النت عندي فصل للأسف. هذا محمود، الأستاذ هذا محمود. ما بظن. طيب محمد، كمل، يا ريت تكمل النص. ما بعرف وين وصلت معك، بس أنا نهيته من عندي، يعني انتهى النص، هو نص طيب. مو طويل. طيب محمد، لو رجع الزمن وكان عندك الفرصة ما تدخل الخير، وين كنت راح تروح؟ لأي زمن؟ لأي عمر؟ كنت راح أرجع لعصر التنوير، يعني للقرن ال17، 18. أها، بتحس حالك ايه بتنتمي لهداك الزمان؟ بحس الزمن اللي كان يحارب الفلاسفة، ويحارب المنطق، يحارب العقل. بحب أعيش هذيك الفترة، لأنه حاليا عم نعيشها، بس حاليا تختلف كتير عن عصر التنوير، لأنه حاليا مسيس الصراع مسيس ضد الفكرة، بس بوقتها ما كان مسيس ضد الفكرة، كان مؤدلج بطريقة أخرى يعني. فبحب أعيش زمن فولتير صراعات. يعني بتحس حالك فارس محمد؟ بتحس حالك فارس هيك؟ بتتخيل حالك فارس؟ بتحب تكون فارس؟ إلها علاقة شيء بالفروسية القصة؟ بحب كون فارس، لأنه بحب كون في كل مكان وساعد كل الناس. نعم. فبحب لهالسبب بحب كون فارس، يعني حقق أحلام الناس وقدر خليهم يكونوا أكثر سعادة. كيف بتحقق؟ كيف فيك تحقق أحلام الناس؟ محمد قبل شوي قلنا إنه نحن ما فينا نغير شيء، حتى بالكتابة ما فينا نغير شيء، يعني إيه بنكتب بس. تقدري تحققي لهم أحلامهم لما تفهميهم موضوع الأمل والخيبة، فتحققي لهم أحلامهم، إنه تقنعيهم يتخلوا عن هذا الحلم، فرح يتخلوا عن خيبات في انتظارهم في المستقبل، فهيك عم تساعديهم. أنت عفوا ما فهمت، بدك تخليهم يتخلوا عن أحلامهم قصدك؟ بالضبط. مو فبالتالي كل إذا تخلوا عن الأحلام، الأحلام فبالتالي فأنت ما رح تتألم، بس هي مو حياة محمد. بس أنت عم تساعديهم. بس هيك كأنه واحد عايش ومو عايش، يعني أنت عايش بس مع وقف التنفيذ يعني. يعني أنت، لا، أنت إذا تخلقي لهم جو آخر في أحلامهم، إنه لا، هذا الحلم هذا صعب، هذا الحلم لا تفكر فيه، ترتبي له أحلامه، ترتبيها بطريقة أخرى. يعني في ناس وصلوا لعمر 50 وما بيعرفوا إنه هن رسامين، دائما
في أطباء يعني فشلوا بمهنة الطب لأنه قصدك انه هم تشدهم، قصدك انه تشدهم، اللي فهمت انا فهمت قصدك غلط محمد، قصدك انه انت تشدهم لروحهم، لنفسهم، للشيء يكتشفوا الحلو ذاتهم جوا. أكثر، نعم، يكتشفوا ذاتهم يكتشفوا أكثر، ذاتهم. نعم، يسافروا. يعني أنت بتعرف في ناس بيعرفوا آلاف الأشخاص في محيطهم بس ما بيعرفوا نفسهم هن من جوا. أنا شو بدي؟ هذا السؤال عم يتكرر آلاف المرات كل يوم. كل حدا بيقول لك أنا شو بدي، ما عم بعرف شو بدي. نعم. فلما أنا خليه يعرف شو بده بكون عم ساعده، عم حقق له حلم من أحلامه، وهو أهم حلم. محمد، بتظن انه الفن خلق ليعمل هذا الشيء؟ الفن خلق لأسباب كثيرة يا أفين. يعني الفن خلق له علاقة بالوجود، يعني خلق ليفهمنا حقيقة الوجود، التعامل، كيفية التعامل مع الوجود. طبعا في الشعر والأدب يعني بيعمل حبكة لهي القصة، إضافة الجماليات للوجود، بيخلي كل شيء يظهر أجمل مما هو عليه. يعني ف محمد، ما بتحس احيانا انه الفن او الكتابة هي هروب من الواقع، او من الفشل الواقعي، الشيء اللي بنفشل فيه بالواقع فبنهرب للشعر؟ ما بتحس هيك احيانا؟ لا، أنا ما بحسه هروب من الواقع. لا، يعني بحس إنه لنفترض هم شارعين يعني عم يمشوا، شارع هو شارع الخيال وفي شارع هو شارع الواقع. فأنا ما عم أهرب من شارع لشارع، أنا عم حب أعيش بهذا الشارع أكثر من هذا. مم. محمد، دائما نبحث عن من يشبهوننا في الحياة. يعني وين ما بتدور، وين ما بتطلع، دائما بتحس انه انت عم بتدور على الناس اللي بتشبهك. انا ما بعرف محمد، بعد فترة طويلة من الكتابة والحياة، ولو وصلت لهالعمر هذا، اكتشفت محمد انه نحن كلياتنا بالنهاية بنشبه بعض. البني آدمين كلياتهم بيشبهوا بعض بنقطة معينة، باختلاف ألوانهم، دياناتهم، عقيدتهم، انتمائهم. النقطة اللي بتجمعهم هي هالضوء اللي بروحهم. محمد، أنا هيك بحس وهيك بظن. يا ترى أنت برأيك شو اللي النقطة اللي من خلالها بيتساوى فيها عندك البشر، أو كلياتهم بيصيروا مثل بعض؟ إنسانيتهم. إنسانيتهم. لما الإنسان ما بيفقد إنسانيته فصلنا لبعض. يعني أنا بشوف الأكثر إنسانية هن الأكثر تشابه. يعني كل حدا إنساني بحسه بيشبهني وبحس حالي بشبهه أنا. yeah. أم، منهم أصدقائك محمد، مين هو الشخص اللي ممكن تحط راسك على كتفه وتبكي بدون ما تحس بندم أو بخجل تاني يوم؟ مو قصدي طبعا أعرف الأصدقاء كاسم، إيه، فهمت قصدي عليك. أعرف صفة الصديق بالنسبة لمحمد. مين هن أصدقائك؟ الموسيقى من أجمل أصدقائي هي الموسيقى، الكتب، القراءة، الكتابة. والأشخاص، الناس؟ والناس عندي أصدقاء كتير، أصدقاء بحبهم كتير، بحبوني، صادقين، حقيقيين. أنا سعيد بأصدقائي يا أفين. محمد، يعني لحد اليوم الصدق هو الحلقة الأساسية اللي ممكن تجمعك بأي إنسان، صح؟ أو بصديق، أو ممكن تقول عنه صديق. يعني الصفة الأساسية هي الصدق. الصدق وإنسانيته. يعني وهو الإنساني بيكون صادق. يعني ما بتلاقي واحد إنساني ومو صادق. نعم. آه. شو بيعمل محمد وقت يسكر، سواء بالشعر أو بالبيرة؟ شو بتعمل؟ وقت اللي بشرب أنا زيادة بريد بصير بتحول لشخص متمرد هيك. نعم. بنزل مرات بوستات هيك لها علاقة بالشتائم نعم. وبتمرد على واقع ما تدخل حالة العبث، يعني خلينا نقول.
شوي نوعا ما حالة العبث، بريد ذكرهم هالناس إنه يعني نحن مو صغار، يعني نحن واعيين للشيء اللي عم تعملوه، نحن ركاب هذا الباص اللي انتم عم تسوقوه للجحيم يعني. نعم. محمد، كبرت جدا، عندك نص من لا تدوين لهذا العمر إيه. موجود قدامك، فينك تقرا لنا اياه؟ ايه بقرا لك يا ثواني، يلا. انا بدي اطفي شغله وجايكي. طيب. ضيفي اليوم عن جد شاعر، يعني شاعر بكل معنى الكلمة، ما بيتقيد لا بكاميرا ولا بقناة ولا انا بعتذر منك، لا لا بدك لا، بالعكس، تحمليني. تلقائي وطبيعي. ما بعرف، أنا كمان بحب هالقصص. إيه. إيه، ما في احلى من انه الانسان يكون طبيعي يا فين يعني. نعم نعم، جرافات وهالقصص معهم، بعرف مع ما. احترامي لكل إنسانية، موضوع يتعلق بالأناقة لا أكثر يعني. بس نعم الإنسان الطبيعي هو طبيعي بأي شكل من الأشكال. كبرت هو نص قديم يعني، بيرجع ل 2013 يمكن. نعم. آه. هو من مجموعتك لا تدوين لهذا العمر، بظن هي المجموعة الثانية كانت، ما هيك محمد؟ آه. لا، الثانية كان أمراء الوهلة الأولى. أمراء الوهلة الأولى، إيه أنا خربطت. إيه كبرت. كتبت طبعا في بلاد المنفى أو الاغتراب. نعم. كبرت ولا زالت روحي هناك في شارع المدرسة، أمي تسحبني إلى الصف وأنا صراخ يعلو في الممرات. كبرت، لا أحد يشتري لي ثياب العيد، ولا أحد يسألني عن ولي أمري. صار عندي بيت وصرت أعرف تكلفة المؤن، وكيف تنتقل من السوق لمطبخ البيت. وعرفت أن الحلوى لا توزع مجانا، وأن الأم أيضا تحب الحلوى ولا تأكلها. كبرت، لا أحد يأخذني إلى الطبيب ويشتري لي الدواء، لا أحد يتحايل علي ويغريني بالسكاكر كي أشرب الدواء، لا أحد يمسح بقبلة سحرية ألم وخز الأبر في ساعدي عند الطبيب. كبرت، لا أحد يزين البيت بصوري، لا أحد يسرح شعري أو يوبخني إذا اتسخت ملابسي، لا أحد يقلق حتى الصباح إذا سهرت خارج البيت، لا أحد يفتش جيوبي، لا أحد يشتم أصابعي إن كانت تفوح منها رائحة الدخان. كبرت، فقدت أعمامي وصرت عما، وفقدت أخوالا وصرت خالا، وصار اسمي يكتب على بطاقات الدعوة لأعراس الأقرباء والأصدقاء، وصرت أشتري ملابس العيد لأطفالي، وعرفت لماذا كان أبواي يشتريان لنا ثياب العيد ويرتديان ثيابهم القديمة. كبرت وصار عندي علاقة مفاتيح ومحفظة نقود ودفتر ديون، وأصدقاء يعملون في السياسة ويكذبون، وأصدقاء يعملون في السياسة ويكذبون، وأصدقاء لا يعملون في السياسة ويكذبون، وأصدقاء يخدعون نساءهم،
وأصدقاء عشاق يعودون إلى الجرح كل مساء وينتظرون امرأة سافرت بعيدا، وأصدقاء أشعلوا الثورة، وأصدقاء قتلتهم الثورة، أصدقاء طيبون فوق الأرض، وأصدقاء رائعون تحت الأرض. كبرت كثيرا يا أمي، وأجريت تخطيطا للقلب وفحصا للعيون، وصرت أتناول المسكنات، وقرأت كتابا عن الأنسولين وكتبا عن الزهايمر. تقول ويكيبيديا أنهم يموتون بعد سنوات 7 إذ يدخلون المراحل المتقدمة من المرض، أي تلك المرحلة التي تسألك فيها أمك عن اسمك وأنت تصمت لأنك تنسى اسمك، تنسى مثلها، تنسى الوطن والناس والجيران، تنسى الذين ماتوا وبكيت سنوات عليهم، تنسى الحرب وما خلفته، وتنسى لماذا أنت هنا. لو أن أمي تتذكر كم كان جميلا اسمي في فمها كحبة كرز. كبرت وأستطيع بسهولة أن أميز بين الصداع والأحزان، وصرت أسافر وحدي وأقرأ الصحف في القطارات، صار عندي هاتف جوال وصرت أفهم لعنة المسافات. كبرت يا أمي ولا زلت ذلك الطفل الواقف هناك في السادسة من العمر، المختبئ خلف الباب خجلا من الضيوف، والذي كان يتعلق بثوبك في الشوارع ولا يغادر حضنك في بيوت الغرباء، ذلك الطفل الذي كان يجمع كل الجيران ببكائه إن استيقظ مرة ولم يجدك. كبرت. الله الله يا محمد، تسلم روحك. محمد أخذني لبعيد بالنص تبعك. ايه كبرتوا كلاتنا بنكبر على ايد الحياة، بنكبر يا محمد. محمد، في بالكنترول عندنا في كم سؤال ورد هيك، يا ريت ترجعوا تعيدي لنا اياهم. في ناس عم تسأل أسئلة هون، حابة هيك نرد عليهم شوي محمد بعد إذنك. عم بيقول لك يا ريبين، طبعا صديقي كمان على الفيسبوك وصديقك، عم بيقول أرجو أن تسأل الأستاذ محمد مدى ارتباط كتابته بحياته الواقعية في الماضي والحاضر. السؤال من ريبين ولا بافي ريبين؟ ريبين أنا ريبين ايه صديقي. ايه ريبين. أنا حقيقي في كتاباتي يعني، وكل كتاباتي تعكس صورتي أو تعكس طريقتي في التفكير، طريقتي في التعايش، في التعامل مع الحياة، طريقتي اللي كانت في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. فما بقدر أفصل بيناتهم. لما بكتب شيء له علاقة بالأدب بالشعر هو من حياتك، هو جزء من حياتك يعني. أكيد. لأنه بيقولوا ناس إنه لا، يعني أنا كمان بعتقد محمد إنه الكتابة هي بتكتب أنت الشيء اللي عم بتعيشه، يعني ما في شيء اسمه أنا بكتب من الخيال يعني إلى حد ما. في سؤال تاني هون، الأستاذ نصر محمد عم بيقول هون: الحب موقف بطولي وأعظم ابتكار للحضارة الإنسانية. الشاعر محمد زادة كيف ينظم نعمة الحب لخدمة القصيدة لديه؟ تحية لصديقي نصر، حييه. هي العملية بتصير عملية انسيابية أو تلقائية. الإنسان لما بيطرد الشر من داخله وبيترك الخير فقط في داخله، والحب هو الخير، إنك تحبي كل شيء، تحبي الحياة، تحبي الناس. نعم. فبهي العملية بيصير كل شيء تلقائي عندك، يعني إنه تكتبي عن الحب بحب،
تكتبي عن الحياة بحب. يا عم بيقول ديلاور كورد عم بيقول الشعر هو ذلك الكلام الموزون لحنا العذب لغة. لا ما عم بقدر شوف منيح. لا يتقنه إلا قلة قليلة. ما لا أنا سوري فكرت أنا سؤال بس مو سؤال. لو سمحتوا تحطوا لنا الأسئلة على الشاشة إذا في أسئلة معينة. المرأة الأنثى في القصيدة، كيف تتجلى صورة المرأة في قصائد محمد زادة؟ أستاذ نصر عم يسأل. المرأة هي الحياة يعني. نعم كيف ما توجهي القصيدة رح تتقاطعي مع المرأة، الحبيبة، الأم، الأخت، الطفلة. يعني كتاباتنا وقصائدنا يستحيل أن تتهرب من المرأة نعم وقضايا المرأة اللي هي مهمة الشعر والكتابة، إنه تتبنى هي القضايا، تتبناها بقوة وتدافع عنها كحق. فكمان أنا بعتبرها عملية تلقائية بتجي في مفاهيم داخلية، فالإنسان لما بيحط حدود لهي المفاهيم وبينطلق منها، فكل شيء ما يأتي ما بعد هي المفاهيم بيكون له علاقة بحرية الكتابة، وحرية الكتابة تعني حرية كل شيء يجب أن يكون حر. نعم. ميرال زيدان عم بتقول او عم بيقول، ماني متاكده ميرال شاب ولا بنت، عم بتقول أبين أمانة اقرأي التعليقات ووصلي سلامي لمحمد. طبعا كثير من قراءك هون موجودين معنا، او كلهم عم يعني حابين يسلموا عليك اكيد. محمد، يا ترى في حب ابدي؟ في شيء اسمه حب ابدي، يعني انه شيء هيك حب بيضل الابد؟ في حب أبدي، بس كيف بيصير يعني موضوع الحب الأبدي؟ إنه بيبقى بيترك صورة أبدية لدى الآخرين. يعني مثلا إذا حكينا عن روميو وجولييت، مموزين، سيامندو خجي، هدول عاشوا قصة حب جميلة حلوة وانتهت هي القصة بمقتلهم. فبالنسبة للآخرين أخذت الأبدية هي القصة يعني، وعاشت مموزين 700 سنة. يعني مر الأبدية عليه موجودة بس بمخيلة مخيلة الآخر، بالضبط. مخيلة الآخر. الأبدية هي يا محمد، يا ترى هل حقا يجب على الكاتب أن يهدم حياة لتحيا أخرى في داخله؟ بمعنى هلا كنت حابة أسأل عن الغربة، العائلة، الانفصال، وبعدين يجي هذا السؤال. كان المفروض يجي بعده بس ما بعرف ليش قريته قبل. ماني حابة أتطرق كتير يعني ماني حابة أسألك أسئلة شخصية طبعا أكيد، بس أغلب الكتاب أو الشعراء الفنانين بتلاقيهم بالأخير يعني بيهدموا طرف من حياتهم حتى يعيش الطرف الثاني. يا ترى لازم هيك يكون يعني، ولا في واحد يوازن بين الحياتين أو الواقعين الموجودين، اللي بخياله وبروحه والواقعي؟ صعب يقدر طرف واحد يخلق هذا التوازن. التوازن بيحتاج تضحية من الطرفين، ولذلك أغلب علاقات الكتاب أو الشعراء بتنتهي بهذا المنحى، لأنه بتكون من طرف واحد دائما. شو اللي من طرف واحد؟ الحب من طرف واحد، ولا انه الشخص اللي قدامك ما عم يفهم عليك، ولا كيف يعني؟ لا مو الحب من طرف واحد، بالعكس. اها بتكون التضحيات من طرف واحد، لأنه
الشاعر هو شخص يعيش في مزاجية خاصة. ما عم نقول المزاجية إنه إنسان مزاجي، يعني طبيعة حياته بتختلف. يعني ممكن يترك موعد مهم عن طبيب الأسنان حتى يكمل مقالة عم يقراها. ممكن يترك زوجته في السوق ناطرته مشان يخلص مقالة أو عم بيحكي مع حدا بخصوص نص شعري أو كذا. فهي هذا مجرد مثال، والأمثلة كثيرة. فهي الأمور تحدث فجوة في العلاقة بين الطرفين. نعم. هو بيحاول، الشاعر هو كثير التضحية في العلاقة الزوجية، بس بيصل لتقاطع، وهو إنه تعب، ما عم يقدر يخلق توافق بين العالمين. والعالمين هدول هم عالمين عزيزين كتير عليه: العالم الأسروي والحبيبة، والعالم الكتابة انشغاله الدائم بهي القصص. فبيصير انه هو في حالة استنزاف. بيتطلب منه انه الطرف الاخر يتنازل عن بعض القصص، يعطيه هذا الوقت الاكثر، يفهمه اكثر. ما بعرف محمد، أنا بحس إنه طبعا أكيد بتفق معك 100%، بس أنا بحس إنه في شيء تاني كمان، في مفهوم خاطئ عن الحب نحن بين البشر. أنا ما بدي أقول الشرقيين أو الكرد أو إلى آخره، حتى الأوروبيين. يعني أنا صار لي كمان عايشة هون تقريبا 21 سنة، فيني أقول لك إنه مفهوم الحب عند الكائن البشري هو مفهوم التملك. فمن من هالنقطة هي بتبلش المشكلة. يعني أنا بشوف الحب حرية. أنا بحب شخص وقت أقدر أكون قدامه أنا بدون ما أحط أقنعة، وبدون ما أكذب، وبدون ما أحاول برر، وبدون ما أحاول أثبت، وبدون. الحب هو حرية. لما بتنقطع هالحرية هي أو بتتحدد بعادات، بأسئلة، بعقود، إلى آخره، هداك الوقت هون ما بيضل هذا الحب، بيصير شيء تاني. وبتبلش كمان قيود. يعني بتبلش، يعني انت عايش اوريدي بحبس، وبتبلش بقى حبس تاني اخر موجود عليه. بحس انه العلاقه بين اي كائنين اذا ما كانت قائمه على الحريه فهي علاقه فاشله. انا هيك بحس، مهما كانت هاي العلاقه، سواء صداقه، زواج، ايا كان. محمد، ما هو الشيء الذي خذلك او كسرك غير الحب؟ شو اللي خذلك؟ أشياء كثيرة يعني اللي خذلتني وكسرتني غير الحب. هو الرمادية. إنه تشوفي ناس رماديين، أو تتعرفي على فئة كبيرة من الرماديين. خذلتني إنه شو يعني رماديين محمد؟ ممكن تفسر لي؟ الرماديين، أو بجيب لك تفسير أبسط، يعني اللي التزموا الصمت حيال كل شيء عم بيدور حوالينا، أو مسكوا العصا من منتصف، من المنتصف. هدول خذلوني. كنا بحاجة كتير ل إنه نتفق، أكبر عدد من الناس نتفق مع بعض على الحق والباطل. الناس فقدت ثقة بأنفسها، وطبعا هذا الشيء مو وليد اليوم، من بداية الخلق. يعني لما سقراط قدم فلسفته كانت كلها هي إعادة الثقة للناس وللشباب في مفهوم الحق والباطل. نعم. فهدول الناس خيبوني كتير أفين. الناس الضعفاء كمان خذلوني، بحس بالخذلان منهم. اللي بتنازل عن مشاريع وجودية لأجل مشاريع مادية أو مادية. نعم. إبراهيم حسه عم يسألك سؤال، يا ريت تقراه محمد،
موجود وتجاوب عليه. السؤال موجود على الشاشة. يمتاز القارئ في قراءة نص محمد زادة، نقرأه بحب. نص محمد زادة أن نقرأه بحب، أن تكون وحيدا وبعيدا عن مشاعرك كي لا يلحظ أحد دمعتك وحزنك، وأن تكون بمحاذاة وحوار نفسك كي يساعدك لأن أثر بالعالم الذي يتوسع على السؤال بيقول: ما الذي أضافه محمد إلى الشعر، وما هو الشيء الذي أضافه الشعر لك؟ أنا عم يظهر عندي يمكن مو كل الكلام. إبراهيم عم يحكي عن أسلوبك، عن أسلوبك بالشعر كذا. طبعا تحية لإبراهيم حصة الصديق. إبراهيم صديقي العزيز إبراهيم. نعم. فعم يعني عم بيقول لك إنه شو أضاف الشعر إلك؟ الشعر أضاف إلي شو أنت أضفت للشعر؟ عم بيقول: ما الذي أضافه محمد إلى الشعر، وما هو الشيء الذي أضافه الشعر لك؟ أنا أضفت للشعر أفين إنه حياتنا العادية ممكن تكون شعر، تفاصيلنا الصغيرة ممكن تكون شعر. نعم. حاولت بكتير نصوص لألي إنه بدل شوي بمفاهيم الشعر من خلال تجربتي أنا، يعني إنه ما بدنا نرجع بتاريخ الشعر ومدارسه والتفعيلة والاعتبار باللغة العربية والعمودي وهي القصص، بس إنه أنا قدمت تجربتي في الشعر وكتبت كلام ما لازم يكتب كشعر، بس أنا فرضته كشعر. نعم. وحصلت على اعتراف نقاد فيه إنه بهمك محمد، بهمك إنه يقولوا يعني إنه أنت شاعر أو لا أو مو شاعر أو إلى آخره؟ بهمك هالشيء؟ لا، ما كتير بيهمني. لا، ما كتير بيهمك. توقعت بيقولوا لي دائما أنت شاعر، بس ما كتير بتهمني حين قالوها ولا مو قالوها. نعم. يا تفضل. فأنا قلت إنه أنا أضفت للشعر إنه الطريقة اللي بكتب فيها واللي بقدم فيها الفكرة، وبتكون مرات طريقة غريبة، بس بعد سنوات تصير عملية تآلف عند القارئ، إنه صار يفهم هاي الطريقة وصار يحب، وتكونت عنده علاقة مع هاي الطريقة. وأنا بحس إنه الشعر أضاف إلي هذا الشيء، وأنا أضفت له كمان نفس الفكرة هي. نعم. إنه ما نضل. نعم. نصر عم يسأل محمد، عم بيقول: ظهر اسمك أوائل التسعينيات مع مجموعة أسماء حققت لاحقا حضورا متمايزا في المشهد الشعري والثقافي. أتحدث هنا عن محمد المطروط، إبراهيم حصة، لقمان ديركي، حليم يوسف وغيرهم. هل تنتمي إلى جيل أو حساسية إبداعية جماعية؟ لا، هو مسألة الانتماء للأجيال لها علاقة بمسألة العمر فقط. اللي ظهروا بالتسعينات هن اللي بدي مشروعهم الشعري في التسعينات، اللي نسبوهم لجيل الثمانينات هن اللي بديوا بالثمانينات بنشاطهم الشعري. بس من حيث العمر أنتمي لجيل التسعينات، العمر الشعري يعني. بس أنا ما بربط حالي بهي قصص مسألة الأجيال وكذا. نعم. الأستاذ صديق شرنخي كان سائل سؤال، عم بيقول اللي بتذكر منه إنه شو مساحة القصيدة القومية عندك، أو النص اللي بين قوسين قومي. ما هي مساحة القصيدة الوطنية أو القومية في شعر محمد زادة؟ عم بيقول الأستاذ صديق. إلها مساحة كبيرة عندي أفين، كبيرة جدا. وفي نعم. أغلب أمسياتي أنا بقرأ والقصيدة عندي بتحمل مفردات الهوية والانتماء وهي القصص، بس بتختلف الطريقة. نعم. يعني أنا لما بحكي عن غنية حلوة بكون عم أحكي عن هويتي. لما بذكر اسم قرية
في نص ما بكون في عندي دلالة أخرى من هذا الموضوع. عندك أزمة هوية محمد؟ عندك لا أزمة؟ لا لا لا. محمد، يا ريت حابة كتير اسمع موال كردي حزين من مجموعتك لا تدوين لهذا العمر، إذا موجودة يعني جاهزة إذا ما كانت تقرا لنا إياها. كل ما بتشعل سيجارة أنا بقول لك اقرا قصيدة. موال كردي حزين كمان قصيدة يمكن ب 2014 انكتبت أو يمكن قبل. موال كردي حزين كتبته في ذاكرتي. يعني طبعا نحن بنمضي من مكان لمكان لمكان لمكان، بس لما بنقعد بنكتب بنرجع بذاكرتنا لهي الأماكن كلها ونكتب عنها. نعم. أطول ثوب رأيته كان ثوب الحزن، حين ارتدته أمي ووقفت أمام الباب تستقبل الضيوف. سألتها عن أبي وسألتني عن الجهاد. كانت تعرف بأننا نضيع في المكان الذي كنا نعرفه كغرفة نومنا، المكان الذي لنا. هكذا بدأ المشهد الأول للحزن بالوداع. اكتظ بيتنا بالأقرباء، أبي نائم في الصالون وأمي تتأمل المشهد. وحين حملوه تعالت صرخات أمي وكأنه مات من جديد. وحين وصلوا الباب غنت أمي موالا كرديا وغادروا. هنا الغياب يفتح شهية البحر على السفن، يغلق الأبواب على أصابعك. هنا تعلق بين البقاء والرحيل وتبقى واقفا كتمثال يتأمل. لست هنا، لست هناك. أنت ابن رحلة مضت، ابن فرح انتهى وغادر الناس إلى بيوتهم يحملون سكاكر ليلتك للأطفال. قالت أمي سنغادر المكان. غادرنا والطريق كانت أطول طريق. لم تقل يومها بأننا نضيع. تكابر وتسحب ذيل ثوبها الطويل قواويس الحزن، ألوان الحرمان البراقة وريش الأمنيات. وأنا أجمع فوارغ الرصاص في ساحة القرية وأسأل الأطفال من الذي مات. إنه عرسنا الأول. أمي واقفة تودع أبي بالمواويل بصوت لم أعرفه جميلا هكذا، تغني لعشرة العمر وتزف حياتها للانتظار. لم تقبل أن نكتفي ب40 يوما من البكاء، وبدأنا من جديد بعد 40 وكأنه للتو مات. لو كان أبي يرى كيف تهنى في الفراغ، لو كان يعرف أن أمي صوتها هكذا جميل. لكن أمي غنت الموال في كل حياتها فقط مرتين، مرة حين مات أبي، ومرة حين سافرت أختي البكر وكانت تجربتها الأولى في الفقدان. هكذا بدأ المشهد الثاني من الحزن، العرس. اكتظ بيتنا بالضيوف، معهم الطبول ورجل غريب صار واحدا منا. كانت أختي ضائعة في ثوبها الأبيض، كانت سعيدة حزينة مرتبكة وجميلة كقمر أزرق. وأمي تتأمل المشهد. أخذها من يدها ذلك الغريب وغادروا. بكت أمي وبكت
وبعد يومين سمعتها تغني ذلك الموال، موال كردي حزين. لو كان أبي يعرف لما مات بيننا، لاختفى في مكان ما كما يختفي السياسيون في هذا الوطن، ولظلت أمي تنتظر. كانت ستقول لنا كل صباح: حلمت البارحة إنه يعود. أمي تصدق الأحلام. رأت أبي في الحلم بعد عامين، قالت: هو في الجنة. قالت: كانت ثيابه بيضاء ولحيته طويلة، وقال لي: أنا في مكان جميل. أمي ارتاحت من ذلك المصير، فأرسلت أبي إلى مكان جميل ولم تنتظره. قالت: هي أعوام وألتقيه. لا أحد كان يعرف أن أمي صوتها جميل، لكنني سمعتها مرتين، في الوداع والزفاف. وحين سافرت أنا قال لي أخي: بعد رحيلك بيومين فقط غنت أمك ذلك الموال: أيلولو دلال، موال كردي حزين. انتهى. من النصوص كتير النصوص اللي بتحكي عن الغربة، من النصوص اللي بتمس كتير ناس مثلي ومثلك محمد. طبعا مس الناس اللي قضوا 3/4 عمرهم برات البلد أو بعيدين عن الوطن. كان ورد سؤال هون بظن محمود عباس عم بيقول، خلوني أحط السؤال يا إلهي. طيب، عم بيقول: هل الشعراء يسعدون المجتمع والشارع أم يخلقون الحزن؟ وما هو أفضل الأجواء، الحزينة أم السعيدة، الحرب أم السلام؟ عند أبين عم يسألني إلي. طب تعال سألني. طيب هون سؤال إلك. السؤال إلي ولا إلك؟ ما بعرف. ومحمد كشاعر وأيهم يلهمونهما. بظن عم بيقول يعني بأي طرف، يعني بأي أكثر، الحزن ولا السعادة اللي بتلهمنا؟ يعني أنا وأنت، فأنت كشاعر وأنا كشاعرة، فأنت شو اللي بيلهمك أكثر محمد؟ طبعا بحيي تحياتي للأستاذ محمود، وتابعه أنا وبتابع مقالاته كتير وبقرأه يعني، وله حضور، وبقول له مساء الخير لا طبعا الحزن أكثر. نحن دائما في محاولة لتجميل الحزن، نعم، لكي يبدو جميلا أكثر. بالحزن تدخل القلوب كلها فين، لأنه هو قاسم مشترك بين الجميع. نعم. بالسعادة ما بتقدري تدخلي بسهولة الحزن إلى أي قلب. لازم تمتلكي هي الأدوات لتدخلي أي قلب، إنه تمتلكي أدوات الحزن. كم مرة توجع هذا القلب وتحاولي تفسري له هذا الحزن، كم مرة تألمت روحه، أي مرة كانت قمة الحزن عنده ترتبي له أحزانه، فتدخلي بسرعة أكثر وتجمليها طبعا. نعم. هلا ما بعرف، بالنسبة إلي أنا ما بقول إنه أنا بدي أكتب حزين أو بدي أكتب ما بعرف، بحس القصة عندي أكثر تلقائية، يعني بتحسها هيك بيصير تراكم معين من تأمل، من حياة، من كثير، من ممكن تكون من رواية، ممكن تكون مقطوعة موسيقية، من كثير قصص بتمر بحياتنا محمد، بيصير تراكمات وفجأة بتطلع على شكل نص. محمد بطال سليمان، المخرج المعروف جدا بالوسط الثقافي العربي، حائز على ذهبية الدراما العربية بمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، وطبعا عن مسلسل زمان لول، وطبعا لك مسلسلات كثيرة: زمن الطيبين، شبيه الريح، وبظن أخرج كم حلقة من مسلسل طاش مطاش.
طبعا بطال أخوك الكبير، شو كان تأثيره بحياتك؟ وليش بطال الاسم يعني ليش هو بطال سليمان وليش أنت زادة يعني؟ يا ريت تحكي لنا عن هالنقطة. النقطة هي لها علاقة في الدكتاتوريات اللي عشنا فيها، يعني اها إنه كنا نتنقل ما بين العراق وسوريا، وكان بداية الحرب الخليج الأولى ما بين العراق وإيران، وقطب زادة اللي هو كان العدو الأول للنظام البعثي العراقي. نعم فهذا الشيء كان يعرض والدي للمساءلة دائما في كل كنترول، في كل توقيف، إنه زادة وهو كردي من سوريا وزادة من إيران، فيروح فيها يومين ثلاثة بين سين وجيم. فاضطر نعم والدي يحذف كلمة زادة. وعنا في العائلة يعني عندي أعمامي زادة، وفي أعمام سليمان أو أحمد. نعم واقع هو فرض علينا هاي القصص. فأنا كمان اسمي محمد سليمان زادة، بس بطال اسمه بطال سليمان. نعم بطال هو أقرب صديق لإلي، عدا أنه أخي هو معلمي الأول. بطال علمني كثير أشياء في حياتي. نعم بطال كان شخص مهووس بالمسرح من طفولته. يعني أنا كنت لسه صغير، كنت شوفه يقدم مسرح في حلب مع المسرح الجامعي، مع قبله المسرح المدرسي في الأعراس الكردية مع كوما أرمانج في حلب. كان شخص مولع بالمسرح، ودائما غرفته بالبيت مليئة بكتب المسرح. يجوا أصدقائه ويقعدوا يحكوا في المسرح، وأنا أشوفهم عم يحكوا هاملت وشكسبير وهي القصص. نعم فكتير نعم له تأثير في حياتي. ولما بديت وقف على أجري اشتغلت معه بالمسرح، يعني أعطاني بعض الأدوار، وبعدين وكل إلي عملية إعداد لعمل مسرحي. أعددته أنا من هو للكاتب عزيز نيسين، كاتب تركي، لصموئيل بيكت. أخذت نصين وعملت فيهم إعداد، واستفدت كثير من وجود بطال في حياتي. وبعدها هو انتقل للشام وبدي بالإنتاج التلفزيوني، وكنت زوره بالشام وزوره بمواقع التصوير، واستفيد كثير منه من yeah. وجه له وبطال. طبعا وجه له تحية من هون. أنا كمان بطال مثل ما أنت صديقي هو كمان صديقي، يعني ما بعرف، كائن نبيل 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 جدا، ومولع مثل ما قلت بالشغل. يعني احيانا كنا نحكي او بالفيسبوك او نكتب او كذا، فبتلاقيه دائما بيحكي عن الشغل، وبيحكي يعني بتحس هيك من يعني من قلب ورب، مثل ما بيقولوا انه عم كثير بيحب شغله، كثير متفاني. وجه له تحية طبعا لبطال، ويسعد مساءه وبتمنى يكون بخير. محمد علي خليفة طبعا صديقنا علي، يسعد مساك، كثير مبسوطة علوس. اليوم. علي نعم عم بيقول لك عنده سؤال، عم بيقول محمد هل الفرح أعمق من الحزن أم العكس؟ ما الذي يفرح محمد زادة؟ شو اللي بيفرحك محمد؟ لا، هو الفرح مو أعمق من الحزن. يعني الحزن هو أعمق شيء في الوجود. الحزن وصل لأماكن لا يطالها الفرح، يعني ما بيقدر الفرح يوصل لقلب طفل ولد يتيم وكبر في مخيمات. فالحزن أخذ مكان عميق جدا، رح يبقى مدى الحياة، حتى سنين الشيخوخة رح يبقى هذا الحزن هو في عقله الباطن. الحزن أعمق أبين، وبيصل لأماكن أعمق. ما بعرف، أنا ما بتفق معك هون محمد. أنا بحس يمكن الحزن أعمق كواقع، بس بأرواحنا بخيالاتنا بحس لا، الفرح كمان عميق جدا. الفن اللي بيخليك هيك تحس إنك
يعني وقت تدخل تكتب مثلا او عم تكتب نص كتير عميق داخلك محمد، بيوصلك لهي حالة التجلي، لحالة تحس انه انت هيك مثل هدول الدراويش اللي عم يفتلوا. فهالحالة هي بتخليك ترتفع، روحك ترتفع، يعني بيصير عندك كيف بدي اقول لك، كأنك جزء من الحياة كلياتها، كأنك جزء من كل شيء حواليك، سواء سعادة سواء فرح سواء خير سواء شر. فهون لحظة السعادة أنا بحسها أعمق من الحزن. إيه ممكن تكون أعمق من الحزن. الفن ممكن يعمل هذا الشيء. ما بعرف إذا أنت اختبرت هالقصة ولا لا، بس أنا عندي هيك بحسها أحيانا. عفين شو رأيك تسمعينا شي قصيدة لك؟ أنا ماني محضرة شيء محمد. عندك الفيسبوك. سمر شيخ وعم تقول أبوس روحك أبوني وزاد الغالين، يسعد مساك يا سمر، يسعد مساكم جميعا، جميع مشاهدين سمر جيلة تحية يا جميع محبي الشعر، محبي الفن، محبي محمد زادة، ومحبي طبعا الناس اللي بيقروا لنا، قراءنا الأعزاء، أصدقائنا الحلوين. طبعا شكر كتير عميق للجميع، وممنونة بوجودكم وكتير سعيدين معكم. محمد اليوم عيد الحب ونحن قلبناها دراما، يعني ما بعرف شو حابة أسألك شيء تاني عن الحب. محمد، زمان كان الجدات أو الأمهات يقولون لنا نحن الصبايا إنه الرجل مثل الظل، كلما هربت منه يلحقك، وعندما تديرين ظهرك له يختفي. لأي درجة هالمقولة صح بالنسبة لك طبعا؟ الحزن كيف كان؟ مو الحزن، في شيء هلا نحن وقت كنا صغار يعني صبايا لسه، عرفت، كان مثلا الجدات او الامهات بيحكوا، فبتذكر ستي دائما الله يرحمها كانت تقول انه الرجل مثل الظل، الرجل مثل الظل، كل ما هربتي منه بيلحقك بيلازمك، بس وقت تديري وشك له بيختفي. لأي درجة هالمقولة صح؟ يعني لأي درجة المرأة وقت تعبر عن مشاعرها عن محبتها للرجل هذا الشيء بيخلي الرجل ينفر؟ أو يا ترى عن جد هل يجب للمرأة أن تكون بحالة هروب دائم حتى الرجل يحس أنه هو بيحبها؟ ما بعرف إذا السؤال. للأسف يعني هذا الشيء صح. طبعا مو عند الكل أو الجميع يعني، بس نسبة لا بأس فيها من الرجال هم بيفكروا بهي الطريقة، يعني إنه عندهم فلسفة غريبة في الحب. نعم. إنه خلص مجرد ما عرف، كأنه قصة الحب عندهم تنتهي بإنه لما يعرف هي حبته، انتهت القصة. محمد يعني عندك 3 بنات، بتخاف عليهم من الحب؟ بتخاف عليهم من الرجال؟ لا، ما بخاف عليهم، ما بتخاف عليهم لأنه كبروا في بيئة فهموا كل شيء وقادرين يعني ينقذوا نفسهم أو أنفسهم من أي مشكلة بيتعرضوا لها، وطريقتهم في التفكير سليمة وصحية، فما بخاف عليهم أبدا. متى يهرب محمد زادة؟ متى ينزوي؟ يغلق كل شيء ويخرج. ووقت يخرج لوين بيروح؟ لروحه، لذاكرته، للموسيقى، للطبيعة، لصديق؟ شو بيعمل وقت تتسكر هيك كل أبواب الدنيا؟ بروح على الطبيعة، يعني بقضي وقت كتير مع الغابات الأنهار، وبرجع للبيت وبكون بقضي يعني فترة بكون وحدي، إنه بغلق وسائل التواصل وبعيش فترة هيك لبين ما ترجع الأمور كلها تمام. نعم. محمد، بالآونة الأخيرة يعني تقريبا صار أكثر من، شو بالآونة الأخيرة، لا أكثر من 2 تقريبا، أخذت فكرة زواجك وخطبتك مساحة كبيرة من كتابتك على الفيسبوك. يا ترى بتكتب هالشي كنوع من التنفيس ولا ليخلق لك التوازن، يعني كونك مو مرتبط، ولا أنه عن جد عم تفكر بالارتباط عن جد، يعني هالشي موجود؟ لا هي
بحب يعني اشغل الناس كل مرة بشيء، مرة بقصص الزواج، مرة عم دور على مهنة، مرة بموضوع القهوة. كل مرة بحب، مرة بالرسائل السرية وبمرر من خلالها أفكار، يعني بمرر أشياء من خلال هي القصص الساخرة. يعني إنه أكيد الناس اللي بيعرفوا محمد زادة بيعرفوا ليش عم يكتب هي القصص. نعم. بس لا ما لها علاقة بأنه أنا بفكر بارتباط أو بشيء. إلى الآن لا أفكر يعني. نعم. محمد، مجتمعاتنا الثقافية، إعلام، مؤسسات، كتاب، فنانين، والحروب اللي بتصير بيناتهم، بينات بعضهم البعض، يا ترى كيف فينا نحن نعالجها؟ كيف فينا نتخطاها برأيك؟ إنه نتجاهلها، نتجاهلها. نتجاهلها ونمشي. لأنه مشروعهم فاشل. كل نعم. شيء له علاقة بإيديولوجية معينة هو مشروع خاسر، فبنتجاهله وبنمشي. نحن عم نقدم مشروع واضح، مشروع له علاقة في الإنسانية. نعم. آه، لأي درجة بتثق أنا بالإعلام ما محمد؟ بثق بالإعلام أفين. نعم. إعلام مسيس 90% أو 95%، نعم. مسيس ومنحاز، فما بثق فيه يعني. نعم. محمد، تقريبا وقتنا خلص، بس فينا رح نضل يعني 10 دقائق تانيين. ما بعرف، طلبت نص اني اقرا نص. محمد، عن جد حابه اختم الحلقه انه انا اقرا نص، وحابه انت تقرا نصك. لا زلت افشل من خلخال ضيق. يا ريت تحضروا. رح حاول اقرا نص الي، وبعدين أوكي، بناخذ نصك الاخير وبنسلم على المشاهدين وبنقول لهم يصبحوا على خير. سامعين. نشوف هلا. ما بعرف شو بدك تسمع، بس هي اول شيء رح يطلع قدامي بالفيسبوك، رح اقرا. هو النص الاخير، ما بعرف اذا قريته ولا لا. قريته، حطيت لك قلب عليه آخر تمام. نص. ما بقى. محمد، بيجي قلوب كثيره عن جد. انا ماني من الناس اللي بيطلعوا على القلوب ومين حط لي لايك ومين ما حط لي. ما ماني. القلب رقم 293 كان من عندي. طيب، رح اقرا النص. ثواني بس حط موسيقى معه. طبعا صعب انه تعمل اكثر من شغله بوقت واحد، بس عم حاول. بقول يا محمد: سأموت بارد هذا الشتاء. أصابع قدمي زرقاء، على جسدي تسبح الفراشات كأني الضوء. سأموت باردة، عيناي الكبيرتان متجهتان نحو الفراغ، والألم المجفف يتلاقطه قطيع من الغزلان في رأسي الصغير. من منكم مستيقظ ليرسم لدماري المتوهج خارطة؟ أنا قوية لدرجة مرعبة، أعرف نقاط ضعفي الجليلة ولا أرتجف. يراها الآخرون ولا يستطيعون السقوط فيها بسهولة. سأموت باردة. الحياة التي أردت أن أحياها تفلت من يدي في الكوابيس. معي رهبتي الشديدة من الفقد. أنظر إلى الماء فلا يعرفني. للرجل الذي ولد قبلي ب21 عاما، نام في سريري 21 عاما، تأرجح فوق ظلي 21 عاما، قبلني وأحبني. أحبني في خيالاتي ولا أعرف. لست من لحم ودم، لست من لحم ودم. أنا هشة كالدموع، مهزومة مهزوزة، متوحشة كشبكة صيد لفها الوقت حول أحجار المرجان. من منكم ما زال مستيقظا ليرسم خريطة لدماري الفاتن؟ أنا المأخوذة بالضوء، بالنشوة العفيفة، بالرقص، بالحب، بمعنى اسمي الثقيل، بهذا الاسم الذي لا أعرف كيف أهرب منه كي لا يقتلني. مأخوذة
بهذا السم الذي دسه الرب دون خيار تحت جلدي وأطلقني. أريد من كل قلبي أن أعيد الإلفة بين العصافير والبشر، لكن صوت الرجل أبيض ولد قبلي ب21 عاما ولم أعد أعرف مراياه التي تغلي في سقف الغرفة لست فيها الآن تطارد 10 نساء في جوفي لم يراهن قط. لست من لحم ودم، أنا مسحورة بالنور، يدعوني الضوء أرتجف، أعود خطوة للخلف أهيج، أهرب يلحقني أنطفئ، يتدلى من أطرافي الزرقاء، يغرق الرجل الذي أحبني، الرجل الذي يكبرني ب21 عاما، ب21 جرحا، وتظل الهاوية بيننا تكرر نفسها من جديد. ترى هل يجب أن يحلم الخائفون من الفقد دوما بالطيران فوق سفح جبلي تحتهم الجحيم، أم أن البحر أيضا مسجون لا يستطيع أن يغير مكانه حتى في كوابيسنا؟ من منكم مستيقظ ليرسم لدماريا المخيفة خارطة؟ السماء تتلوى في يدي، المصابيح تبدو كمصيدة، وهذا الرجل المدمر لا يصدقني، يريدني أن أمضغ وردة برية كالغزالة، أقف مذعورة بانتظار طلقة، أفعى حمقاء سامة تلتف حول عنقه تقول له أنت أصل الكون وتبتسم. يريدني امرأة طبيعية دون أن يكترث. ماذا سأفعل بحياتي بعدها؟ من منكم سيرسم خارطة لدماريا المتقد؟ أبي ميت لكنه ما يزال يخاف علي من البحر والغربة. قال لي مرة اذهبي كوني فرس البحر أو سمكة. مع ذلك كنت أنتظره دوما حتى ينام، أفتح عطبي وأقفز دون أجنحة، أسقط في النور الخافت خلف عيون البشر، يتبدد النور مع كل محاولة للمسه. تطاردني الجنيات والأولياء والأطفال، الكل يريد أن يأخذ العصا التي في يدي، أرميها وأركض بكل قوتي، عيوني تلمع بقسوة تبحث عن حروف اسمي الشقي، علي أعثر على حظي الضائع في صندوق امرأة أخرى. سأموت يا محمد، سأموت بارد هذا الشتاء. من منكم سيرسم لدماريا الرائع خارطة؟ معي رهبتي الشديدة من الفقد. أنظر إلى الماء فلا يعرفني، ينظر إلي الرجل ذو الصوت الأبيض، الصوت الذي ولد قبلي ب21 عاما ولا أعرف. لست حزينة، أنا فقط متألمة. سأموت باردة، أصابع قدمي زرقاء، تعرف الفراشات طريقها لجسدي، كذلك الضوء، وربما أنتم، وذلك الرجل ذو الصوت الأبيض، الرجل الذي يختبئ في عيون أبي، يجلس بجانب رأسه بعيدا في تلك المقبرة. حلو. المصابيح مصيدة الفراشات. يلا. طبعا أنا بشكر كل الأصدقاء اللي عم تمر أسئلتهم، وإدارة الحوار مو لإلي لأفين. بشكر وداد هذا علي يعني هلا بدك تحط كل المسؤولية علي، طب هيك مو عادل يا محمد. أنا ما عم شوف أسئلتهم عم تمر مرور سريع، فبشكر وداد الغالية وريزان ودارا وبافي ديلان وكل اللي سألوا. محمود سأل لو جردنا محمد من إنسانيته فماذا سيقول لمحمد الشاعر؟ سأقول له لماذا لم تحمل السلاح إذا جردناه من إنسانيته. نعم. بشكر كل اللي سألوا، ما قدرنا نجاوب على أسئلتهم. بظن غطينا منيح محمد، يعني تم تغطية أغلب الأسئلة الموجودة. طبعا أكيد من عندي كمان شكر عميق لكل الأصدقاء، لكل اللي حضرونا، اللي ضلوا معنا لحد الوقت، مع أنه تأخرنا كمان شوي، طول البرنامج أكثر من المفروض. محبة وسلام كبير لهم.
كل أصدقائنا اللي بالفيسبوك وأصدقاء بيف، ومحبة كبيرة كتير إلي. ورح نختم الحلقة بنص محمد الأخير، وبتمنى لكم ليلة سعيدة. محمد يا ريت تقرأ لنا النص وهيك بيكون. طبعا أكيد بشكرك، أكيد أنت كمان محمد، شكرا كتير بشكر لوجودك. الكل وريبين بشكره بعد عدة أسئلة. نعم. هو عازف جميل جدا، صديقي موسيقي من سويسرا، فبس شوفه بجاوبه على كل الأسئلة. بدك نص ما زلت أفشل؟ نعم. لأنه خلقت فاشل يعني، فلذلك رح ضل أفشل. شو الفشل محمد؟ شو الفشل بحياتك؟ ليش بتحس؟ هلا أنا كمان عندي إحساس بالفشل، بس أنت إحساسك بالفشل من شو؟ إحساسي بالفشل إنه التزمتي الغموض، أو ما وضحتي أكثر، يعني في مواقف ما فضلتي إنه تسكتي ومشيتي، وانفهم سكوتك خطأ. نعم. انت في مخيلتك قلتي انه انا قلت كل شيء، فلازم ما اقول شيء ثاني، ومشيتي، فصمتك فسروه خطأ. فهذا الشيء بفشل فيه، لانه انا بلتزم الصمت احيانا في مواضيع بكون فسرتها مئات المرات. نعم. ايه، بقرا لك القصيدة. يلا بانتظار نصك محمد، تفضل. ما زلت أفشل، أحاول التخلص من طفولتي، من وجع الصور البعيدة، من وجع الصور البعيدة. أحاول إقناع نفسي بأنني لم آتي من أي مكان، وأن الماضي فيلم تأثرت به، وأحببت لو كنت فيه نقيض البطل. صدقت نفسي بأنني خرجت من طفل كان في 10 من عمره يبحث عن والده. خرجت منه وبررت لأبي غيابه الطويل بعد أن فهمت دور الآباء في الحياة، لكنني ما زلت أفشل في ترك عاداتي القديمة، التعلق والخوف من الغياب، ومن الذين يقرؤون الصحف في قاعة المغادرين. ما زلت أفشل في إيجاد مبرر لهذا الدم. قلت لطفلتي: هذا دم الذئب، وأقسمت عليه، ولما رأته على سريري قلت: هنا ينام الذئب، وأقسمت. ما زلت أفشل في ترميم الصورة المتضررة، بدلت زجاجها لكن الصورة مكسورة. ما زلت أفشل في تحضير طبق المعكرونة ومقادير الملح، في سكب القهوة في وسط الفنجان، وفي طرد الساحرة من تحت سرير طفلتي، من وراء الستارة، من فوق الخزانة حتى تنام. ما زلت أفشل في إخراج السردين من العلبة دون أن أجرحه، في تقطيع حبات الطماطم، في استخدام السكين. ما زلت أجرح أصابعي ال5 لتحضير طبق الخضار وأنا أفكر بألا أفكر. ما زلت أفشل في التخلي عن عاداتي ومتلازمتي في النسيان، في تقديم الساعة مرة في العام، في حفظ الأسماء، في عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة. أفشل للمرة 50 أمام زجاجة السن، أمام القطار الذي يخيفني صفيره، فأقفز كمن يرمي بنفسه لينقذ أحدا ما. ما زلت أفشل في الدفاع عن نفسي والتعبير، في إيجاد حل لصوت سيارات الإسعاف بعد منتصف الليل، في إيقاف الموت. لكنني ضعيف، هم يموتون
وأنا ما زلت أفشل. ما بعرف، يمكن الفشل، أنا بحس الفشل بالنسبة للفنان هو نجاح، إحساسه بالفشل هو نجاح. كونه عم يحاول ينتصر للجمال محمد، عم يحاول ينتصر للحب، عم يحاول ينتصر لكل شيء حلو فيه، لإنسانيته. فعلى قد ما كان الفنان أو الأديب أو إلى آخره فاشل، أنا بحسه هذا نجاح. وإذا ما كان نجاح له رح يكون نجاح للقراء، للناس اللي عم يقروه. تخيل محمد، مجرد إنه أنت تكون قادر إنه تغير مزاج كائن ولو للحظات، تكون قادر إنك تغير طريقة تفكيره أو تحيد نظرته أو إحساسه بالشر أو بالكره نحو الآخرين. هذا ما بعرف، هذا بحسه يمكن قمة النجاح بأي شيء يعني. مم. يا يا هذا الشيء اللي حكينا فيه في بداية الحلقة أبينا، إنه نعم. ما قدرنا نغير الواقع، فخلينا نوعي الناس، يعني نعم. نفهمهم. طيب محمد، شكر عميق لك. إذا حابب تحكي شيء للمشاهدين تفضل. بشكر الكل، بشكرك أفين وبرنامجك الحلو، بشكر اللي خلف الكواليس وعبد الباقي وبشكر البادرة الحلوة هي في إنجاز هي القناة وكل الأصدقاء اللي كانوا معنا، وضلوا بخير. شكرا. ونحن كمان باسمي وباسم بيف تي في وباسم كل المشاهدين، كل الأصدقاء، كل الرائعين هون اللي طبعا شاركوا كتير، وسلام يعني ما بعرف، وصلوا سلاماتهم ومحبتهم وكلياتها وصلت إلنا. طبعا بشكرهم جميعا، وبشكرك محمد، وبتمنى من كل قلبي إنه فالنتاين الجاي يمر عليك وأنت ما بعرف شو ممكن واحد يدعي لشاعر يعني، بس بتمنى تكون وتضل انت دائما. سعيده كثير كنت بوجودك. سعيده كثير بوجودك كنت، وتحيه كبيره لكل المشاهدين، والى حلقه قادمه من ايقاعات خارج داخل النص. يسعد مساكم، تصبحوا على خير. شكرا كثير أفين.